السيد مظلوم عبدي، أنت الآن عم تتفاوض. إياك ثم إياك يعني أن يسمعوك كلاما معسولا وطنيا وكذا والقصص هي كلياتها. ينبغي أن يكون يعني أنت ترجع لهذا التاريخ اللي عم بحكيه وتأخذ العبر. أنت الآن قوي. حلم حاج آغا أن يشكل قوات خاصة بالكرد في منطقة الجزيرة، وهذا مثبت وموثق في الأرشيف الفرنسي. الآن أنت تمتلك قوة عسكرية محترمة، محترمة من حيث العدد والعتاد ومن حيث التنوع. ما تروح تجلس على طاولة المفاوضات مثل ما جلس ال اليابانيين مع الأمريكيين. ما حدا قصفك بقنابل ذرية. ما صار عندك هيروشيما وناغازاكي لحتى تروح تستسلم وتنهزم يا مظلوم عبدي وتتنازل. أقولها ولن أكرر يعني. أرجوك، أرجوك يا مظلوم عبدي، بطل تسمع لأوجلان. بطل تسمع لأوجلان. يكفيك أنصاتا لهذه الجماعة. أوجلان باع الكرد والقضية كرمة عيون الأتراك ودولة بخشلي. توقف عن الإنصات لأوجلان. أنت أجدى بك أن تنصت لدولة بخشلي ولرجب طيب أردوغان أكثر من أن تنصت لعبد الله أوجلان، لأنه عبد الله أوجلان عبد ذليل للدولة العميقة في تركيا. توقف عن الإنصات أرجوك. توقف عن الإنصات لحزب العمال الكردستاني اللي يفترض أنه حل نفسه وزعيمه عبد الله أوجلان. استمع لحاج آغا بأثر رجعي. أنت الآن في ذلك المقام، في تلك المكان التي كان فيها حاج آغا عام 1935 32 34. ذلك التحالف الكردي السرياني العربي الجزراوي في تلك المنطقة. كن أهلا للمسؤولية. كن أهلا وكفءا للتضحيات العربية والكردية والسريانية التي أريقت دماؤها على أرض الجزيرة. أنا لا أقول، لا أطالبك بالانفصال، لا أطالبك بالمعجزات. أقله أن تساهم في دمقرطة سوريا عبر الإصرار على اللامركزية، عبر الإصرار على خصوصية معينة لمنطقة الجزيرة. أعين الجزيرة، أهل الجزيرة كردا وعربا عليك، وأعين أهل الساحل عليك، وأعين أهل السويدة عليك. ترى إذا أنت سقطت تسقط سوريا كلها في يد العروبيين الإسلاميين المتطرفين اللي مش معروف يعني كيف هيك هبطوا على سوريا في ليلة ظلماء، ويريدون إدخال هذا البلد المتنوع الجميل الذي يعني كلنا نحبه في نفق ظلامي يا دموي متطرف. أنت إذا بدك مصلحة البلد وبإمكانك أن تصمت، وستلقى دعما. ستلقى دعما أمريكيا، وستلقى دعما فرنسيا، وستلقى دعما كرديا وعربيا وسوريا بصمودك. لا تروح على طاولة المفاوضات مع أحمد الشرع وكأنه أنت يعني خارج من حرب محزومة وتتنازل عن كل شيء. أوجلان محزوم، فهمنا. لا تكن محزوما كأوجلان. استمع للأرض التي أنت تقف عليها لمصلحة الناس اللي ينظرون إليك نظرة الجنرال والزعيم والكذا. هذا يعني من الآخر أقوله لك، هذا من الآخر يعني ما عاد في شيء تاني. وأعتقد أنه الكلام الذي أقوله فيه من المنطق ما فيه، فيه من الوطنية والحرص على مصلحة السريان والعرب، والحرص على مصلحة سوريا أن تكون دولة مدنية لا مركزية محايدة. أن تكون مثل ما وقع هاشم الأتاسي الجمهورية السورية، أن تبقى جمهورية سورية. الوثائق التي تعزز سورية سوريا
بالأطنان. ما أنت مش في موقف ضعيف حتى تروح وتتنازل وتحت ضغوطات تركية وتحت ضغوطات. أنت مش عبد الله أوجلان لحتى تتنازل للدولة التركية وتريد أن تخدم مصالح تركيا وتتحدث عن الأخوة الكردية التركية اللي عبارة عن يعني خرافة. أخوة كردية عربية موجودة، أخوة كردية تركية على المستوى الاجتماعي موجود، لكن على المستوى السياسي معدوم. شوف مصطفى كمال أتاتورك شو سوى بالأكراد، شوف الكتلة الوطنية شو ساهد، وما أتى بعدها من حكومات متعاقبة على حكم سوريا ماذا فعلت في حق الكرد وفي حق أهل الجزيرة. وقتها يمكنك أن تتعظ وأن تتخذ القرار المناسب الذي يطالبه التاريخ والحاضر والمستقبل منك. أكتفي بذلك.